طيب نروح الآن لعيسى. عيسى قلت كان كتب قصيدة عن الأم وفاء للأم بعنوان مدرسة الأم. مدرسة الأم وبطريقته الخاصة الله يبارك ما شاء الله. أنا سمعتها قصيدة رائعة. كل أمهات الجزائر وبالأخص أمي العزيزة الله يبارك ربي يطول في عمرهم إن شاء الله. تحياتنا الأمال والميمتها. طيب نبدأ في القصيدة إن شاء الله. نبدأ تفضل. مدرسة الأم ما عندها لا طوابل لا ستيل ولا كراسات، احجرها خير من البلايص اللي قعدت فيهم، كف يدها خير من جميع الكتابات، اسمع الكتابات اللي في يدها تخبيهم. أول كتاب هو التربية في الحياة. عندها كتاب واحد ولادها كاملة تقريهم، ما تخيرش هي الولاد على البنات، ومهما يكونوا بزاف لازم ما تقريهم. هي معلمة ماشي كما كاع المعلمات، ولادها وين ما يكونوا وتحس بهم. ثاني كتاب هي طبيبة خير من بزاف من جميع طبيبات، غير بسمة في وجهها تقدر تداويهم. دواها هي خير من بزاف دواوات، تمسح عليك بيدها الهموم كامل تنحيهم، وتضمك لصدرها تداوي لك جميع الكيات، ودواوات جدد هي ما تخدم بهم. ثالث كتاب هي المخيرة في الخياطات، لبستها دائما مميزة عليهم، خيوطها هي فيهم حكمات، إبرة وخيط تصنع العجب بهم، وشحال صنعت لك من لبسات. عندك لا تنكر الخير ومن بالك تنحيهم. رابع كتاب موسيقية حيرة تجميع الموسيقات، ألحانها هي من وين تجيب فيهم. عندها كنوز من الكلمات وجميع العلماء ما تقدر تفهم معانيهم. عندها في لسانها ديما 3 دعوات، يا ربي ولادي يحفظهم ويحميهم. خمس كتاب هي أحسن الطباخات، تبقى ماكلتها هي المخيرة فيهم. جد راهي على بنتها اللي بكات، واليد الأخرى راهي تخبز في الخبز ليهم. منها هي راهي الأمة بدات، وبعدها ما كان الجيش يقدر يحميهم. هذو هما 5 صفات، وفي يدها اليمنى راهي تخبيهم، والجنة راهي تحت أقدام الأمهات. ورد بالك والديك تسمع فيهم، الشي اللي داروه ما نقدروا نعوضوه بالمئات، بس حاول انت كيفاش تزاهيه. تحية أمهات الجزائر. يعطيك الصحة. شكرا لك عيسى. ما شاء الله يعطيك الصحة.